ابو محمد، امس تكلمت انا عن المصاريف والتكاليف اللي تصرفونها برالي دكار. الله يخسر. اي والله، وانت اللي تدفع، انت اللي تحاسب بالنهايه. قلت لهم انا تقريبا الجير فوق 150,000. كم قيمه الجير؟ الجير 130 تقريبا، حولها يعني انا شطان. حقت لا، حقت الشحن. طيب وش اغلى شيء بالسياره؟ الماكينه. قيمتها كم؟ 295,000. 295,000؟ الله يدفع البال، الله يوفقكم. هذا اللي يقول. ترى في ناس يسألني قسما بالله يقولون تدفعون رسوم قبل تشاركون. فريق تويوتا ايه، عشان يدخل يسجل رسوم السيارات حقتنا تسجيل. ايه تسجيل. إيه، بس يحط اسمك مع كرفاناتنا طبعا. ايه تسجيل. ايه 2,200,000 يورو، يعني تقريبا 8,800,000. هذا تسجيل، هذا بس نسجل عشان تجي تطالب بالبرات. الله. كثير يسألوني يقولون وش الجائزة؟ كاس قيمته 700 ريال. تمام. واذا تاخذ جمله يمكن تاخذ خصم. بس ما تعرف راضي وطردي شقه الله لا يشفينا. لا، احنا طال عمرك نبي اللقب ان شاء الله يجي للسعوديه. ما قد سعودي فاز برالي دكار لا ان شاء الله. ما قد بعد سعودي فاز كرالي دكار، وانا اول سعودي صعد المنصه، وما قد في تاريخ دكار سائق من السائق البلد المستضيف للرالي فاز. طيب من عام كم بدا الرالي؟ له اليوم تقريبا 41 او 45 سنه. اللي 45 سنه ما قد سعودي صعد البوديوم. المنصه الرالي دكار. انت العام قبل العام اخذت الثالث الحمد لله. ان شاء الله هالسنه الاول باذن الله نبي نبارك لك بالتوفيق.